اكتر حاجه بقيت اسمعها اليومين دول: انا فقدت الشغف، انا مش قادر اشتغل، انا مش قادر اتعلم، انا مش قادر اعمل اي حاجه، انا مش عاوز اعمل اي حاجه في حياتي. طيب ده بيحصل ليه وازاي نطلع منه؟ اول حاجه لازم تعرفها هو بيحصل ليه، عشان انت بتغير اهدافك من غير ما تعرف. يعني ايه بغير اهدافي من غير ما اعرف؟ اول ما بتروح تشتغل هم بيبتدوها معاك، بيقول لك عاوز تشوف نفسك فين كمان 5 سنين، انا عاوز ابقى مدير، انا عاوز ابقى كذا. بس دي مش اهدافك. انت اهدافك ان انت تصرف على اولادك احسن، ان انت تدخلهم مدارس اعلى، ان انت تتجوز اصلا، ان انت تجيب شقه اكبر، ان انت تجيب شقه اصلا، ان انت تجيب عربيه جديده. هي دي اهدافك، ده اللي هيبسطك انت. لكن اللي هيبسط الشغل اللي هم بيقولوا عليه. فعشان كده دايما هيقعدوا يقول لك ايه: انت ابن الشركه، انت ابن الشركه، انت ابن ابوك وامك. لو الشركه، لو انت مت هيعينوا واحد النهارده، لان الشغل ما بيقفش على حد. فلازم تعرف ان اهدافك ليك انت. لو خليت اهدافك ليك عمرك ما هتفرق معاك ولا شغلانه ولا اي حاجه. طيب الراجل لما بيكبر بيبقى عاوز 3 حاجات، مش عاوز اي حاجه تانية. واساله اي راجل من بعد ال 35 هيقول لك: انا عاوز ربنا، تاني حاجه عاوز فلوس، تالت حاجه عاوز حياه هاديه. لو انت عرفت ان اهدافك هم دول هتكتشف ان الدنيا بقت سهله جدا. ربنا يبقى انت عندك صلاه وعندك زكاه وعندك تصدق وعندك ان انت تعامل الناس كويس، وان لو حد شتمك مش فارقه، ما هو ربنا كده كده هيحاسبه في الاخره، ما توجعش دماغك. طيب والفلوس يا باشا؟ عشان تعمل حاجه انت فعلا مبسوط بيها لازم تختار على اساس معين. ايه الحاجه اللي لو صحيت الصبح هتعملها؟ يعني انا هصحى الصبح هشرب قهوه، انا كده كده هشرب قهوه. هتقلب القهوه دي البيزنس بتاعك. لا انا بصحى الصبح بحب اتمشى، هتقلب المشي ده البيزنس بتاعك. ازاي نقدر ناخدها من هنا؟ نشوف كل واحد بيحب حاجات مختلفه. هل كل الناس لازم تبقى صاحبة بيزنس؟ لا، في ناس مش فارق معاها، هو خلاص يا باشا بقى في شغلانه بيقبض في اخر الشهر وهو مبسوط ومرتاح كده، وشغفه لحاجه تانية، ان هو يشوف عياله احسن، ان هو يشوف عياله بتكبر. هي دي الفكره. فانت ركز مع نفسك، انت عاوز تعمل ايه على حسب مقدرتك، على حسب انت متعلم ايه. انت مش لازم ما تفتكرش ان في شغلانه صعبه. اي شغلانه في الدنيا شهر هتبقى بتعملها زي واحد بقاله 3 سنين بيعملها. صدقني الموضوع مش صعب خالص بالنسبه للشغل التكراري اللي انت ما بتعملش فيه مع ناس. يعني انا مش بقول لك ان واحد بتاع ريل استيت لسه داخل النهارده زي واحد بقاله 3 4 سنين. اكيد اللي بقاله 3 4 سنين اتعلم ايه طريقه، الكلاينت ده هيشتري، الكلاينت ده بيضيع وقت، مش عارف ايه. بس انت كشخص عشان ما تفقدش الشغف بتاعك، سواء بقى انت بتدرس فانت زهقت من الدراسه وزهقت من كل حاجه، انا عاوز اشوف حياتي. عاوز اقول لك على حاجه لازم تحطها حلقه في ودانك، وحاجه مهمه جدا. ربنا في سوره الحديد بيقول لك ايه في القران؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تزعلش على حاجه فاتتك، وبيقول لك ان كمان ما تنبسطش بحاجه جات لك. ليه؟ عشان ده من الاخر مكتوب. فانت ما توجعش دماغك وتسترس نفسك، فهتفقد الشغف وهتحس ان حاجات كتيره قوي عليك، فهتبتدي ايه؟ ترميها. عارف اللي هو ايه؟ خربانه فرميها. هو ده اللي معظم الناس بتعمله. ده ترند. هتلاقي الناس اللي بتعمل كده وبتفقد الشغف اما بتكبر، تلاقي وقت الدراسه اما يكوم الحاجه ما يعملش الواجب، ما يخش الامتحان يسيب الورقه فاضيه. هو دي الشخصيه. فانت عشان تغير نفسك لازم تعمل ايه؟ هتحط هدف. اهداف كتيره قوي في حاجات كتيره. انا والله عاوز اصلح علاقتي باهلي، هو ده الهدف. طب هعمل ايه عشان اصلح علاقتي باهلي؟ هكلمهم احسن. طب انا مش عارف اكلمهم احسن عشان هم مش فاهميني. ما ده كل العيال بتقوله. طب يا باشا اهدى واسمع وعديها. ليه؟ لان مكتوب لك في الدين ان ايه؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ايوه طيب انا عاوز اتجوز. طيب هو ده الهدف بتاعك، يبقى هتعمل ايه عشان تتجوز؟ هتدور على واحده فيها مواصفات معينه اللي انت عاوزها، مش اي واحده تيجي قدامك. لا يا باشا، انا هتدور على واحده بمواصفات معينه. شكلا لازم تكون عاجباك، اخلاقها لازم تكون عاجباك. لازم ما تكونش انت مش هتجيب واحده وتعدلها. ما توجعش دماغك، ما تحطش ستريس على دماغك. اهدى وبكل بساطه حط الهدف وامشي عشان توصل للهدف ده. الشغل مش هدف. الشغل زيه زي اللعب. اوكي؟ حتى في القرآن عندنا في الدين الإسلامي لو فتحت سورة الجمعة آخر آية هتلاقي ربنا حاطط ايه؟ حاطط الشغل وحاطط اللعب زي بعض، مش فارقة. اوكي؟ فانت ما تفتكرش ان ايه العمل ده حاجة مهمة ولا اي حاجة. ربنا اللي بيرزقك. لو ما اشتغلتش يوم في حياتك ربنا هيرزقك بالفلوس. فما توجعش دماغك على الفلوس، اوجع دماغك على ايه؟ ازاي اوصل للجنة. طب لو حطيت ده الهدف بتاعك هتعامل الناس ازاي؟ كويس. طب هتعمل ايه في حياتك؟ ربنا هيكرمك. طب الدنيا باظت منك ومعكش فلوس ومعكش اي حاجه، مش فارقه، توكل على الله. هتلاقي الدنيا هديت وهتكتشف ان دي مش الحياه اللي انت هتعيشها.
دي بدايه الحياه بعد ما تموت، فانت مستني تموت عشان تبتدي الحياه. فايه ده انا بخاف من الموت. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ده الرساله اللي انا بقولها لك. فما تعقدش نفسك وما توجعش دماغك، وعيش الدنيا بهداوه. اللي هيحصل هيحصل، هتشوفه، فما توجعش دماغك.